السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديال فراس. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفة بسيطة من وصفاتي البسيطة ديال القريشلات، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وديروا لي لايك وشكرا. ندوز طريقة التحضير. عندي كيلو ديال الدقيق د الفورس، وعندي 2 بيضات على حرارة المطبخ وزلفة صغيرة السكر. غنسجم الخليط ديالي ونضيف قريصة الملحة، 3 المعالق الزنجلان، 3 المعالق ديال حبة حلاوة و3 المعالق ديال النافع. ونسجم الخليط ديالي البنات. بقى غادا بهذه الطريقة. سندخل المكونات مع الدقيق. هنا 3 المعالق ديال خميرة الخبز، الا كان الحال سخون نقصوا من الخمير. هنايا 2 صاصيات ديال الصا و2 صاصيات ديال خميرة الحلوى. وهنايا الزبدة على طريقة حرارة المطبخ. بقى غادا بهذه الطريقة. سنسجم الخليط ديالي. نتمنى تجربوا هاد القريشلات، يجيو واعرين البنات. وهنا من بعد غنضيف حليب بعد ما غليته. درت الكاس الاول والكاس الثاني. بالنسبه للمبتدئات اللي تلقاو الصعوبه في القريشلات او ما تيصدقولهمش، تنتمنى يجربوا هاد الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. نبقى غاده بهاد الطريقه البنات. انا تجمع العجين ديالي وانا تنضيف الدقيق. نتوما تشوفوا عينكم ميزانكم على حسب العجين، تجمعوا العجين ديالكم. انا تنجمع العجين ديالي وانا تنضيف الدقيق. نتوما تشوفوا معايا، طلعوه خفيف ما طلعوه قاصح، يعني العجين يكون شويه مرخوف بهذه الطريقه البنات. ونخليه واحد ربع ساعه. هذا اللي تبقى لي من نصف ديال لتر ديال الحليب، يعني طاني 2 كؤوس. هنايا ندوز نقطع العجين ديالي نشكلو على شكل دائري. نبقى غادا هكا البنات باش نقوق القريشلات ديالي. نبقى غادا بهذه الطريقه. تنكمل العجين ديالي ونخلي واحد ثلث ساعه عاوتاني يرتاح. يعني ضروري تخليو العجين ديالكم يرتاح. بعد ما ارتاح العجين ديالي غندوز نقرص القريشلات ديالي. شوف تبارك الله كيفاش جاو. بالنسبه للمبتدئات اللي بغاو يستعملوا الدله كيستعملوا الدله، انا استعملتها بيدي بهذه الطريقه هكا. ساهلين التقراش، كل ما يعرفش يقرص البنات تيجيو واعرين البنات. تنتمنى تبداو معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا الشرح ديالي. وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينه وعلى المتابعه ديالكم. الله يسهل عليكم وعلى وليداتكم. نتمنى لهم النجاح ان شاء الله. الله يفرح لكم وليداتكم. غادا بهذه الطريقه. ثم تشوفوا التقريص ديالها بالصبيعات ديال يدي، يعني طريقه سهله، يعني طايعين. كل ما طاعت العجينه ديالكم تتسهل في التقريص. غادا بهذه الطريقه البنات. بعد ما كملت الطاوه ديالي، يعني نخليها واحد ربع ساعه ترتاح. وعاد ندوز ندهن شويه ديال البيض نخلط بالكاكاو. غادا بهذه الطريقه تنكمل الطاوه ديالي البنات. ديروا لايك. شو ولدي تيقول لكم ديروا لي لايك. زكريا الله يحفظه ليا، يعني هو اللي مسكن تيعاونني وتيصور معايا وتيدير لي المونتاج. اللي عنده شي وليدات الله يسهل عليهم، الله يخليهم لكم والله يسهل عليكم. وشكرا البنات على المتابعه ديالكم، شكرا جزيلا. من بعد ما ندهنهم نضيف لهم الجنجلان. هذا هو الشكل ديالنا البنات ديال القريشلات بعد ما خرجتهم من الفران ديال الغاز. شو تبارك الله كيفاش جاو محمرين وعاطينا واحد النظره رائعه البنات. تنتمنى تجربوا هاد القريشلات وتردوا عليا في التعاليق ديالكم الزوينه اللي دائما تشجعني نزيد نشارك معكم الفيديوهات. شو تبارك الله كيفاش جات محمره، فيها شي العجينه في الوسط. شو تبارك الله. ديروا لي لايك فضلا ليس امرا.
وهاد قريش درت له شويه السكر كلاصي والشوكولا. واللي عندكم البنات زينوا به. وكان هذا هو الفيديو ديالي اليوم. سنعطيكم موعد في الفيديو القادم ان شاء الله، وصفه جديده من وصفاتي البسيطه والمتنوعه. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء.